يا اغلى الحبايب، اتفضلوا معانا كده بقى ايه، ولقمه هنيه تكفي 100. النهارده بقى شويه لحمه ضاني. بصوا بقى، عسل 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 عسل، ودايبه دوب. وتقولي الهوا دوبني دوب يا هوا. شفت يا مريم؟ يا الله ينور. طب سيبيها طيب عشان مصمص. شايفين؟ يا لهوي يا لهوي على الجمال، يا لهوي. انا بها شويه محشي عسل 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 عسل. تعال يلا، اتفضل. واحد هرب وقع. ليه يا ماما بتوقعهم كده؟ واحد هرب وقع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد ويوم جديد، صباح السعاده وصباح الهنا وصباح التفاؤل. ربنا يا رب يجعل يومكم كده منور بنور الله، وربنا يا رب يجعل يومكم كلها سعاده هنا وفرح. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا ويخليكم لنا ما تحرمش منكم ابدا. حطوا لايك بقى للفيديو بتاع النهارده، وتعالوا اما نشوف بقى ايه. هنفتتح الفيديو على حاجه ترند اليومين دول يا حبايب قلبي، حلوه قوي. قلت انا جربتها فعملت مقطع صغير كده بالطول، فقلت لما عجبني بصراحه قلت هجربه معاكم. اي حد بقى عنده هاند بلندر هنعمل ايه اليومين دول؟ الترند بتاع ايه؟ طحن البهارات يا حبايب قلبي، في اي بهارات بقى عندي. فانا شفته بصراحه فعجبني قوي، قلت هجربه مع حبايب قلبي. لو ايه يعني، لو المطحنه بتاعتكم بقى ايه مش حلوه، بايظه، حابه تطحنها حبه وانت مستعجله كده، هتبقى حلوه معاك قوي زي الفل. الاسترتش ده بصراحه انا كنت لسه مستعملاه دلوقتي، ما اقولش عليكم يعني، بس لسه نضيف، وكنت برضو طحنه فيه كمون حلو. المهم تلفيه بالاسترتش راب حلو كده قوي. ولو ما فيش استرتش ما فيش مشكله، ممكن تلبسيه كيس، هو كيس وتطحنيه عادي ما فيش مشكله خالص. بس المهم تقفليه قفله حلوه وتكوني متاكده ان هو مقفول معاك، علشان ايه لا قدر الله ايه ما ينطرش منك ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصباحكم زي السعاده. بسم الله. ايوه كده. اهم حاجه بقى وانت بتطحني كده تبقى ايه، وش الهاند بلندر اللي فوق بكل سهوله خالص اهو، حلو زي العسل. في حاجات كده بتبقى ترندات بصراحه، بتبقى حلوه قوي، وفي حاجات ملهاش ريحه اللازم. فالحاجات المفيده كده ايه نشاركها مع بعض بالافكار الحلوه دي. انا بقى حبايب قلبي تضربه بكل سهوله كده زي ما انتم شايفه، ووش الهاند بلندر بتاعك يبقى لفوق. ما تميلوش بقى كده ماشي. زي ما اقول لكم مش لازم استريتش راب عادي خالص، ممكن تلبسيه جيس، هو جيس عادي، بس المهم عشان تبقى ضامنه بس ان هو لا قدر الله ما ينطرش في وشك ولا حاجه بكل سهوله خالص. ها لا طبعا الفوتوغراف بتاعنا بصور فمش عاجبه اي حاجه يعني جايباك الفرمون كده. صباح الخير يا حبايبي، صباح العسل، صباح الرضا على عيونكم. احنا لسه ما كملناش، طيبين. بس انا قلت ابتدي معاكم الفيديو بحاجه حلوه. بس لو كملوش معانا الفيديو كملوها هتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف في الاسترتش. ممكن بقى تستعملي الاسترتش ده كم مره. شايفين زي الفل. انا بقول لكم ان هو لو حاجه استثنائي فهو جميل جدا، يعني انتوا تجربوه بصراحه هيعجبكم جدا. تعالوا بقى اما نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه جوه المطبخ. فاكرين لما قلت لكم اعملوا الخير في الفيديو اللي كان هتلاقوه؟ هو ده الخير بقى اللي احنا عملناه والانام. واحده صاحبتي كده ربنا يا رب يبارك في عمرها ويديها الصحه، عامله كده حاجه لله، كانت عندها نجري يعني ونادراه وعملته لله. فقالت لي يا اسماء لما شافت الفيديو بتاعي حلفت لو عملت النجري بتاعها ده هتوفي وتديني منه. فهي ربنا يا رب يبارك لها يعني كده في صحتها، اللهم امين، ويبارك لكم انتوا كمان. كانت ذبحه يا حبايب قلبي، وهدت لي الهديه الحلوه دي، والنبي قبل الهديه وانا بقبل الهديه. ده وانهي هدي؟ ده وانهي هدي؟ ذبحه يا حبايب قلبي لحمه غنم بألف هنا وصحه كده يا رب لكل اللي كان منها، وبألف هنا وصحه ان احنا كمان شايفين ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. طبعا هي عامله حسابي وحسابهم جايبه له نص وهي نص، فلما جابته وشفناه ورحت حطاهم في كيس واحد وقلت لها لا احنا هنعملهم سوا
ونعمل فيديو كده مع حبايب قلبي بطريقه حلوه كده وبقول لكم بجد اعملوا الخير ان شاء الله هتلاقوه. فطبعا انتوا عارفين ان لحمه الغنم يا حبايب قلبي بتبقى بعضمها، يعني اللحمه هنا بعضمها. الله اكبر الله اكبر، اذان الظهر بيأذن اهو. فقلت الحق اخطف لكم كده ايه لقطتين قبل ما الكهرباء تقطع. فانتوا عارفين ان هي بقى بتبقى بعضمها وكده، فما شاء الله اللهم بارك. هي بعضمها صحيح بس والله حلوه وجميله. هي جايه لنا يا حبايب قلبي متقطعه بالشكل ده، بجد حته لحمه عسل. يعني الناس اللي بتفهم في قلة اللحمه وكده، في ناس كده تفضل لحمه الغنم عن لحمه اللي هي العجول. وفي ناس ما بتاكلش لحمه غنم يا وفي اسماء. ناس هو الاكل اذواق يعني، طبعا انا ما بقولش حاجه، الاكل اذواق. ما هو لولا اختلاف الاراء لبارت السلم. فالمهم بقى ايه، طبعا علشان انا مش ضامنه بقى ان هي جوزها او مذبوحه فين او كده، فطبعا بديلها شطفه. ويفضل ان اللحمه ما تتغسلش يعني، بس لا انا بديلها شطفه حلوه كده، شطفه على السريع يعني. ونعملها بطريقه حلوه قوي قوي يا ولاد، وهتعجبكم ان شاء الله. يعني حاجه كده اللي شبه الكباب الحله. وهنعمل بقى احنا عندنا النهارده حفله. شفت لما كانوا بيقولوا لكم فين انا بها وانا النهارده بقى به بجد يعني. انا به. وطبعا يعني ايه، انا كنت عايزاكي يا اسماء تسويها في شوربه كتير ومن عين الشوربه كده ايه. هتقعدوا تحتفلوا بالشرب طول السنه ولا ايه؟ ونشرب الشوربه الاول وبعدين بس اللحمه. ربنا يكرمنا واحنا كمان يا حبايب قلبي، انا ناويه والله العظيم والنيه لله وندري يعني لما ربنا يكرمنا كمان ان شاء الله هذبح بقى ايه ان شاء الله 20,000 ايه ان شاء الله. هيبقى انت ذبحه كتكوت ان شاء الله. حي على الصلاه ودوقكم كلكم يا حبايب ان شاء الله. فالمهم شطفتها كده. تعالوا بقى ايه، هنضف بصلتين حلوين كده الاول برضه، وبعد كده نقوم رايحين على البوتاجاز مره واحده. معلش اعذروني للاسف الكهرباء قطع. تطبق الحته ايه، حته ليا حلوه كده. انا عايزه الحله تسخن قوي، وعايزه برضو اللي هي دي تسيح شويه. فانا مهديه النار اهوت همسه بسيطه كده وسايباها كده تسيح شويه معانا، والحله تسخن قوي قوي. اقول لكم برضو ليه دلوقتي بقى يا حبايب قلبي. بعد مسحت شويه والحله سخنت قوي، على بقى النار. نقول بسم الله. طبعا عايزاها تسخن عشان اللحمه تقفش على نفسها كده وما تنزلش اي سوائل بقى فيها. هتبقى تتشوح معانا ونحط عليها البصل. طبعا معلش بقى الصوره لو غامقه شويه علشان خاطر الكهرباء قطع. شايفين اللحمه كلها دسم اصلا، بتاخد لون خرافه، مش محتاجه حاجه يعني. يا حبايب قلبي حطيت البصل بقى معاها يدبل كده. وعايزه اقول لكم الريحه خطيره. طبعا بقى حبتين كده من الطماطم وقرنين كده من الفلفل. البهارات معانا بهارات لحمه، حبه من الفلفل الاسود، كزبره ناشفه، ورق لورا، وكم واحده حبهان كده بس، مفيش اكتر من كده. انا عايزه اقول لكم ان هي ما بتبقاش محتاجه حاجه اصلا. اديلها تقليبه حلوه بقى زيكم كده، وشم بقى شم وادعيلي. انا كنت شايفه انا هو عايزه اضيف انا عامله تسبيكه المحشي حلو اهي. بقول لكم شم نفسها تاكل محشي. خدت بقى من التسبيكه معلقتين كده كمان بكفايه بقى عشان المحشي. طيب التسبيكه دي متهيئه وزي العسل. تديلها بقى لون حلو كده معانا كمان مع الطماطم. نفسي كانت تبقى الكهرباء شغاله اوريكم الحلويات دي. انا بقى مش هضيف لها اي ميه، تكونوا عارفين. انا هسيبها على نار هاديه بس كده شويه، وهوريكم الصوص اللي هيطلع منها بقى من البصل والطماطم والفلفل والحاجات الجميله اللي احنا حطيناها دي كلها. استنى اما اضيف بقى غطا الحله. بسم الله.
انا بيه انا بيه انا بيه انا بيه انا بيه. يلا شايفين بقى ان شاء الله مطلعه صوص بقى قد ايه. هي خلاص قربت تخش في السوا. هنا بقى قطعنا هو حبة بطاطس اهو بقى. هحط لها بقى شوية ملح ومش هكتر برضو علشان خاطر ايه، نشوف اللحم بتاعها هيبقى ايه، مملح ولا ايه. بدنا تقليبه ما فيش 10 دقايق ولا ربع ساعة بالكتير وهتكون اللحمة دي استوت معاها خالص، والبطاطس برضو هتبقى دايبة وزي العسل. نعمل معاهم بقى شوية رز على شعرية هتبقى زي الفول. طيب يا اغلى الحبايب، اتفضلوا معانا كده بقى ايه، ولقمه هنيه تكفي 100. نفسي الاضاءة تبقى حلوة انا ونطلع لكم الحاجة حلوة كده. ام ريان عامله النهارده بقى شويه لحمه ضاني. بصوا بقى عسل 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 عسل، ودايبه دوب. بتقولي الهوا دوبني دوب يا هوا. شفت يا ام ريان؟ يا الله ينور. طب سيبيها طيب عشان مصمص. عشان مصمص بجد بجد. الطريقة دي حلوة قوي يا ولاد. تسلم ايدك يا ام ريان. البطاطس تاكلوها بجد قبل اللحمة. حاجه عسل 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 عسل. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يتعالى عليكم الايام بخير ويوسع على الجميع يا رب، من فضل الله ومن رزق الله. وسع على اصحاب اللي عاملين الخير ده يا رب، الخير ده، ويوسع علينا احنا كمان بجد والله، ونعمل خير كتير يا رب. والله الواحد ناوي خير يا ولاد، فربنا يا رب يرزقنا الخير ويرزقكم انتوا كمان الخير. ربنا يرزقكم الخير كله يا حبايبي يا رب. الله طبعا. شفت اللي هي العظميه هي حتى يعني سايبه واقعه من اللحمه. والبطاطس كمان نحط ادي شرطه كده للبطاطس. البطاطس بصراحه يعني ايه، يعني حاجه خرافي. شايفين طيب، تحفه تحفه بجد يعني. تعالوا بقى نشوف بقيه اكلنا. عم نشوف رز، هي عايزه تاكل رز بشعريه مع اللحمه الجميله بتاعتنا العسل دي، خطيره بجد يعني. شويه رز بشعريه بصوا يعني حكايه برضه. طبعا كل سنه وانتم طيبين. احنا عاملين الاكل ده عشان ايه، احنا في يومين صيام في شعبان. في حد كان جعان كان سرق هي جاهت، سرق صف من المحشي. فاحنا هنقول ايه بنسى. شايفين يا لهوي يا لهوي على الجمال يا لهوي. انا بيه شويه محشي عسل 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 عسل. تعال اتفضل. واحد هرب وقع. لا يا ماما بتوقعهم كده. واحد هرب وقع. هنقدم الاكل بقى بره، بس شايفين بقى شويه المحشي العسل دول. الله المغرب اذن اهوت. وشويه الاكل دول والله العظيم حكايه كده حكايه. الف هنا وإيمان اختي ربنا يا رب يبارك فيها كده، عملت لنا شويه جلاش كده بالكريمه او بالمهلبيه زي العسل. الله علي الله عليك يا ام حمدي، بس ما احنا الاول. الله عليك يا حبيبي، حبه كده يا حبيب والدي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي. بصراحه يعني ايه الطبق ده يستاهل اللايك. اي والله يستاهل اللايك منكم وكومنت العسل وطبعا كل سنه وانتم طيبين وتعالى عليكم الايام بخير واليمن والبركات، ونخش على رمضان كده بالسعاده وراحه البال. اهم حاجه راحه البال والله، والرزق الحلال ورضا من عند ربنا، لو بلقمه وحبه مال وبلغنا رمضان يا رب. اللهم امين. اللهم امين. اسيبكم على خير بقى. اللايك والكومنت العسل يا حبايبي، اللي بستناه الكومنت منكم واللايك والاشتراك في القناه. اسيبكم على خير واشوفكم على خير واقول لكم في رعايه الله وامين. مع السلامه.